قلبان في الدوري المصري يا جماعة. الدوري المصري قلب لبريمير ليج مرة واحدة كده، قلب الدوري الانجليزي مرة واحدة كده. الاهلي بيخسر من طلائع الجيش، حاجة مفاجأة، من طلائع الجيش في المركز الخامس ال15. ومرة واحدة انبي مطلوب منه يكسب عشان يبقى من ضمن السبعة ويبعد عن الهبوط، وبقى من ضمن السبعة وكسب الزمالك امبارح. وبيراميدز قبليهم كان خسر من سموحة اللي هي بقت من ضمن السبعة. فاستنوا منافسة قوية جدا جدا. اللي عمله الزمالك امبارح حط بيراميدز على المنافسة بقوة، حط الأهلي على المنافسة بقوة، حط سيراميكا برضه على المنافسة بقوة. لأن سيراميكا هيبقى في المجموعة، مش بعيد سيراميكا ياخد الدوري. أيوه مش بعيد. فرق كام نقطة؟ فرق كام نقطة؟ فرق 5 نقط بينه وبين الزمالك. مباراتين يخسروا من الزمالك سيراميكا يبقى الأول. أخسر الزمالك، أخسر بيراميدز، أخسر الأهلي، أبقى الأول أخد الدوري. ده بالنسبة لسيراميكا. وسيراميكا عنده اللعيبة اللي تقدر تعمل كده. سيراميكا عنده اللعيبة والسكواد والمدرب اللي يقدر يعمل كده. الناحية التانية الزمالك ما فقدش الأمل. كل جماهير الزمالك حزينة اللي حصل. لا، الزمالك لسه الأول. الزمالك لسه الأول، وعشان الزمالك يبقى الأول وياخد الدوري لازم لعيبة الزمالك ينسوا ماتش انبي. خلصت ماتش وعدى كأنه ما جاش الماتش. أي نعم فرصة كانت كبيرة، كانت حطتك الأول. كنت بتلعب هتلعب مباراة 6 مباريات مستريح، تلعب بمزاج، تلعب مش متوتر مش مضغوط. مفيش فرقة، مش فرق بتدبدب وراك. اي نعم الفرق بتدبدب وراك، هتبقى مستريح شوية يعني. انت لو خسرت من اهلي، خسرت من بيراميدز، تحاول تعوض. لا، انت كده حطيت نفسك في خطر. ولكن فريق البطل بيستجمع نفسه بقوة وبيحاول يرجع فرق النقط. فكده هنشوفوا القرعة النهارده. القرعة النهارده يا جماعة الدوري، القرعة دي هنشوف. القرعة كده هتبقى قوية، المباريات كلها قوية. انتظروا الأهلي والترجي، فيديو هنتكلم عن الأهلي والترجي أيضا. وهنتكلم ازاي الأهلي يكسب الترجي، وازاي هيعرف يلعب هناك، وازاي وهو في العودة يقدر يكسبه بدون جمهور. ان الأهلي ما تعاقب انه الجمهور ما يحضرلوش الماتش. كان معكم يوسف في قناة كلام في الكورة. ما تنساش اللايك والاشتراك يا جماعة، اللايك والاشتراك عشان نقدر نكمل في قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله.